استكمالا لمسلسل الاطباء الجميل، والله ما كنتش احب اعمل كده يعني، بس انتوا جبتوا لنفسكم. يقول لك بقى ايه، عاوز تحليل في المعمل الفلاني، وده احسن حاجه، واخد ايزو، تحس انك بتشتري غساله بالاي اي. يقول لك التحليل ب 2000 جنيه. تمام. هنجيب بقى معاه دواء ب 1700، خدت بالك؟ وشويه بقى فحوصات كده وخوازيق، بتعمل لها مثلا بتاع 6. مش عايزين بقى قرض من البنك، احنا كده عايزين سطوة على البنك، ننزل بقى بالشريطة السوداء على عينينا كده في صفحة وزارة الداخلية. في ايه يا باشا؟ انت بتعدني لبطولة؟ يعني بتستثمر فيا مثلا عشان داخل بيا الاولمبيكيات، ولا دي منشطات عشان اشرخ قبل الماتش؟ ولا وايه الارقام اللي انتوا بتحكوا فيها ده؟ حضرتك شغال في الريل استيت؟ ما ده كده قسط شالفها سيندا. ما تهدوا يا جماعه كده عشان ما نتغباش عليكم. بلاش انا والنبي، عشان انا في العادي لساني مبرد وملكة قصف الجبهات وسريعة الطلقات، فما بالك وانا مريضة؟ يعني انا مش هركبكم مسرح، انا هركبكم طوارئ عشان انا تعبان. اديني الخلاصة من غير هري كتير، عشان ابتدي اعمل عليكم بقى ايه، فقرات يعني لغايه ما اتعالج، لغايه ما اخف، الاقي بقى ايه، المهدي المنتظر اللي فيكم، اللي بيتقي الله وبيراعي ربنا في جسم البني ادمين، يعني بس ايه، اعرف اكمل حياتي طبيعيه. ونصيحة يا جماعة، اللي عنده غدة درقية خاملة، أنا هتكلم عن حالتي أنا تحديدا، ما يروحش بتاع غدة صماء، عشان ده بتاع سكر آخره يكتب أنسولين. روحوا الجراح، عشان هو اللي بيبقى فاهم تكوين الغدة الدرقية. وفي حاجة كمان اكتشفتها، لما تقعد في معمل لمدة 5 ساعات، تقعد تبرك لهم بقى على الأرض وتجيب معك عشاء وبتاع، وتعمل تحليل الغدة الدرقية لمدة 5 مرات، كل مرة في ساعة، هتكتشف إن النتيجة مختلفة في كل مرة. انت ما عملتش حاجه، ما لحقتش حتى تخش الحمام، يمكن الغده اب اند داون بس مش للدرجه دي يعني. انا جربت الموضوع ده قبل كده ودفعت فيه حوالي 13000 جنيه، عشان بس اتاكد بنفسي ان كل مره النتيجه ما بتطلعش زي الاولانيه. ففي حاجه غلط، فيكوا حاجه غلط، شوفوها بقى، عالجوا نفسكم او خلوني انا اعالجكم بمعرفتي بقى. لف واديني ظهرك، ما تتكسفش مننا زي ماما. ورسالة لحبايبي بقى أساتذة الجهاز الهضمي، احفظوا الخلقة دي، بما إننا هنتقابل كتير الفترة اللي جاية، عشان مش عارفين المشكلة في المستقيم ولا الأمعاء ولا القولون، لسه بقى اختار ما بين القوسين، هنطلع العروسة من الكوتشين. حضرتك لما تقف تتكلم مع زميلك بالإنجلش على اعتبار إن أنا مش فاهمة، أحب أقول لك إن أنا I speak English fluently، وربنا أبويا صرف عليا كتير، وبتكلمه بريتش وأمريكان، even the slang، لغة العصابات في الشوارع بتحدثها بطلاقة. واي ميديكال اكسبريشنز هغطس في عم جوجل وهجيبها من شات يعني هتصرف، هجيب قرار اللي جابوها. جو بارل فرنسي، ممكن تتكلم معايا باي لغه تحبها، بس كلمني انا. يعني الاختبارات النفسويه دي اعملوها في الاوضه بعيد عني، لكن ما تحسنيش ان حضرتك عامل كونسلتو والموضوع كبير وجديد وبتاع، وهناخد بقى 6 سنين مع بعض نخرج العيال في النص. لا مش هينفع، انا عايز الخلاصه. وما تكلموش معايا كتير يا جماعه والله، عشان انا ست متعصبه جدا لدرجه ان قولوني نفسه اتعصب. يعني انا هكون مريضه مزعجه جدا، بس ما استحملني بقى، معلش هعمل لك فولو والله. بعدين حضرات الساده الدكاتره، انت اجتهدت وذاكرت وطلع عينك دروس بقى، وبيعت امك صيغتها 7 سنين عشان تبقى دكتور، ويقولوا بقى باشمهندس راح باشمهندس جه. حاول تتقي شر، واخد بالك؟ عشان انا بنتي 6 ونص، ما كملتش حتى 7 في بطن امي، نازله مخنوقه جده بعيد عنك، مش طايقه ديك الكوكب بمن عليا. فما عنديش جهاز عصبي زيكم يعني، انا عايشه بباور بانك، بشحن تايب سي، ابتدي بقى افوق اشوف الكلام على ايه، لاني حتى مش هتحبس فيك ساعه. ليه بقى؟ لان اقف قدام القاضي اولا يلاقيني بحجم ترانزستور كده لا ارى بالعين المجرده، واجيب له اختبار الحمل بتاع امي مقارنه بشهاده الوفاه، يعني فهيلاقي ان انا مولوده قبل ميعادي. فما بفهمش حتى لغتكم، الناس اللي بتقعد تقول لك طولي بالك خدي ودي وبتاع والصبر والكلام ده، بالنسبه لي صيني، ما بفهموش. بقول يا بختكم عارفين تتعايشوا مع بعض ككائنات احاديه الخليه. تبص حضرتك اهو، ده نتيجه عدم الشحن، بص تلاقي الدماغ تولت وتفضل بقى تكبر تكبر كده، وتبظ لغايه ما تقوم في عصاك في الحيطه.